وفي يوم جالنا عميل في الشركة وكان طالب شغل، فكان بيجي باستمرار بقاله فترة. وفي وسط الكلام قال لي: أنت متجوزة؟ قلت له: لأ. حضرتك بتسأل ليه؟ قال لي: أصل حضرتك ما شاء الله محترمة قوي وملتزمة، ربنا يثبتك، يا ريت كل البنات زيك والله، وبتلبس كده. اتكسفت قوي. قال لي: أنا بقالي فترة باجي هنا زي ما أنت عارفة، وبصراحة أنا سألت عنك الأستاذ أحمد مدير الشغل، وكان ليا الشرف إني أطلب إيدك، لو ما عندكيش مانع أديني رقم باباكي أكلمه وأحدد ميعاد وأجي أتقدم لك. اديته رقم بابا وكلمه وحدد ميعاد يجي البيت يتقدم لي. فرحت قوي إنه جاي عشاني ولشخصي، وإنه عجبه التزامي. ولما جاء قعدنا مع بعض وحصل بينا قبول واتخطبنا، وبعد فترة اتجوزت أنا ويوسف، وكان مثال للأخلاق والدين. فعلا ربنا بعت لي الإنسان اللي يستاهلني. وطبعا مش هقول لكم على اللي حصل في فرحي. أنا ويوسف كنا متفقين نعمل فرح ما فيهوش أغاني ورقصة، وإننا نطلب من الناس إنهم يجوا لابسين محتشم، غير إن يوم فرحي كنت زي ما أنا. ودي حاجة كانت مضايقة ماما قوي، إني هداري جمالي عن الناس كلها في ليلة العمر. المهم عملت فرح إسلامي، ولما جم المعازيم قعدوا يستنوا في القاعة. وأول ما دخلت القاعة أنا ويوسف، الناس اتصدمت من شكلي، لأنهم كانوا مفكرين إني هكون بوشي، وغير إنهم اتضايقوا من الفرح كله لأن مفيش رقص وأغاني. معقولة لما الواحد يحاول ما يغضبش ربنا الناس كلها تزعل؟ المفروض أصلاً ده يكون شكل الأفراح عندنا، وإن الأغاني والرقص دي حاجة حرام أصلاً. وفعلاً يوسف كان نعمة زوج، حياتي معاه اختلفت كتير. كان عنده قبول ليا وبيشجعني على الخطوات اللي بعملها وبتقربني من ربنا، وكان عوض ربنا ليا عن كل كلمة سمعتها وجرحتني في يوم. أما بالنسبة لأخواتي، أختي الصغيرة للأسف اكتشفت إن جوزها بيعرف عليها بنات كتير، طلع شخص مش كويس، غير إنه بيغصبها على اللبس الضيق عشان يتمنظر بيها قدام الناس. واختي الكبيرة للأسف جوزها بيضربها وبيستغلها وبياخد فلوسها. وبعد اللي حصل لأخواتي بقينا في كل تجمع عائلي، بعد ما كانوا كلهم بيتريقوا عليا بقوا عايزين يقلدوني، لأنهم عرفوا إن أنا اللي صح، وبقوا بيفتخروا بيا وبنجاحي في دراستي وشغلي، وإني اخترت شريك حياة مناسب. حتى ماما غيرت معاملتها معايا للأحسن. خدي خطوات تقربك من ربنا، ومتهتميش بكلام حد. التزمي بالصلاة والبسي الحجاب، ولو عايزة تلبسي النقاب البسيه والبسي واسع، ومتهتميش بكلام حد بيبعدك عن ربنا. ودي كانت قصتي مع النقاب. اكتبي لنا معاناتك في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.